يا صباح الفل وصباح الرضا وصباح الطاقة الإيجابية وصباح كل حاجة حلوة في الدنيا. وحشتوني جدا جدا. النهاردة بقى روتين قوي جدا جدا جدا، عاوزة بقى تشجيعكم ليا بلايكات كتير كده وكلام يحمسني ويشجعني زي ما أنا بشجعكم. يعني ناخد كده الطاقة الإيجابية من بعض. اشجعكم كده وتشجعوني عشان انا صاحيه النهارده. اكيد باين على صوتي ان انا اخده دور برد، مش قادره اقول لكم البرد ده مش عايز يسيبني. صيف شتاء مش عايز يسيبني خالص. فقلت لا، انا لو استسلمت للبرد وقعدت كده في السرير مش هعمل اي حاجه خالص ومش هشوف اللي ورايا. قمت كده عملت كوبايه قهوه تفوق دماغي وتخليني اصحصح كده وافوق. قهوه فرنساوي ايه بقى، مش قادره اقول لكم تستاهل بقكم كده. انا بحب جدا القهوه الفرنساوي بصراحه، يعني القهوه الساده ماليش فيها قوي. ممكن بقى قهوه فرنساوي نسكافيه اي حاجه كده داخل فيها لبن، انا بحبها جدا. انما القهوه الساده كده بحسها لا تقيله كده وبتغمني بصراحه. فعملت كده القهوه الفرنساوي اللي انا بحبها وشربتها مع بسكوته كده، ما كنتش قادره افطر خالص بصراحه. وقلت بقى اقوم اشوف اللي ورايا ايه، عايزه الم الشقه بقى واخلص منها عشان بجد حاسه ان الموضوع طول قوي معايا. مش تنظيفات الشقه هي اللي طولت، لا حاسه موضوع الحمام عامل لي كده دربكه في دماغي، وان انا قعدت كذا يوم بره البيت. فلو كنت قاعده في البيت يعني وهم شغالين العمال كان زماني خلصت ولميت الشقه كلها. يعني اول باول كده كنت عملت. بس طبعا ما كانش هينفع خالص لان انا البنات عندي صغيرين، ما كناش هنقدر نقعد في مكان واحد مقفول. لا كانوا هيجروا مني يطلعوا بره، برضو ما كنتش هعرف اسيطر على الوضع قوي. فكان افضل حل بصراحة ان انا اسيب البيت ولما الحمام يخلص خالص ارجع. قعدت عند ماما الفترة دي كلها، بصراحة كنت هتبهدل جدا لو كنت قعدت بالبنات في البيت، وهم كمان كانوا هيتعبوا مني جدا. فالحمد لله. بس انا كده بحاول ان انا ايه اخد حاجه حاجه كده في الشقه، برضو مش هضغط نفسي واعمل كله مره واحده عشان ما اتعبش. انا امبارح بصوا عملت معاكم ايه، يا دوب بس كده الريسبشن والمطبخ، وبجد حسيت ان انا رجليا مش قادره انام منها من كتر الوجع. فقلت لا، مش هجد نفسي خالص على مهلنا، احنا مش مستعجلين. اهم حاجه بس ان انا لميت التراب بحيث ان البنات برضو يتحركوا براحتهم في الشقه، ما يكونش فيه تراب او حاجه. بس ان انا لميت كده من فوق. تنظيفات بقى العميقة اخد لي كده اوضة اوضة بالراحة، واحدة واحدة وعلى مهلنا خالص. زي ما انتوا شفتوا كده البلتكان انا اصلا كنت خلعاها بتاعة الطرقة قبل ما اعمل الحمام. خلعت البلتكانة شلتها جوه في اوضة النوم، ودلوقتي بقى قلت هغسل الستارة الداخلية بتاعتها في الغسالة. والبلتكانة نفسها هحطها في البانيو، هنقعها كده شوية في البانيو واعملها. وكمان الاباليك اللي انتوا شايفينها دي او اسمها ايه، مش ابليك، اسمه ايه، زي النجفة كده صغيرة. دي كان المفروض ان هي مكانها في الطرقة، بس لقيتها بقى بصوا مش قادرة اقول لكم مردومة تراب. انا في غلطة عملتها او نسيتها يعني. غطيت العفش كله ما عدا النجف، برغم ان انا كنت فاكرة ان انا غطيه. مش قادرة اقول لكم راح من بالي ازاي يعني. نسيت خالص ان هو يتغطى. فعايزة اقول لكم بقى النجف حرفيا اتعدم اتعدم تراب. الطرقه والريسبشن متبهدلين خالص، النجف بتاعهم الحمد لله الاوض كانت متقفله، فالنجف بتاع الاوض كان اهو نوعا ما وصلش ليه تراب زي ما وصل للنجف ده. فسديت الحوض كده وحطيت له شويه اوكسي وغسلتهم في الحوض، وبعد كده رحت شطفتهم في البانيو. دلوقتي بقى قلت هعمل ايه، حان وقت المعركه. عارفين دلوقتي انا هعمل ايه؟ هغسل البلتكانه لاول مره في البيت. بصراحة انا كان بالنسبة لي موضوع ان انا اغسل البلتكنات في البيت ده كان موضوع معقد جدا، لان كمان انا كان عندي بانيو قدم قبل البانيو ده. فالموضوع كان بيبقى صعب، فقلت لا مش هعرف اغسلها في البيت، وكمان هي تقيلة بتاعة الطرقة، واللي بتاعة الريسبشن برضو كانت تقيلة جدا. ما غسلتهمش ابدا، يعني ما غسلتهمش انا بنفسي خالص، كنت بغسل بس الستاير الداخلية وكنت بوديهم الدراي كلين بره يتغسلوا. بس بقى رحت قلت لا، انا هجرب كده ان انا اغسل الستاره بتاعه الطرقه دي، لان هي خفيفه شويه عن بتاعه الريسبشن. فقلت هجرب كده اغسلها في البانيو، لو ظبطت معايا ونطفت كويس وما اتبهدلتش مني هغسلها على طول. لو الموضوع كان صعب لا، انا اكرم لي كده واحسن لي ان انا اوديها الدراي كلين بعد كده. بس عملت ايه بقى، سديت البانيو قلت هنزل فيه البلتكانه، انزل بس منها التراب الاول، مش هحطها على طول في المسحوق واغسلها والكلام ده. لا، قلت الاول انزل بس منها التراب كله، بحيث برضو ان انا لما احطها في المسحوق تبقى نوعا ما نضيفة شوية.
دي ميه كده ما فيهاش اي حاجه خالص، ولا مسحوق ولا اي حاجه. نزلتها فيها كده، نزلت كل التراب اللي منها، بس حصل حاجه بقى خلتني احمد ربنا مليون مره ان انا ما وديتهاش الدراي كلين. عارفين ليه؟ علشان انا لما وديتها قبل كده ما كنتش اعرف ان هي بتنزل لون. دلوقتي هتشوفوا معايا الميه هتلاقوها نزلت لون اسود. ده مش من القماش نفسه بتاع الستاره الداخليه للبلتكنه، لا. ده شايفين انتوا اللي هو السجا والحاجات اللي فوق دي، هو بقى القماش ده هو اللي بينزل اللون. فطبعا انا لما وديتها قبل كده ما قالوليش، يعني ما قالوليش هي نزلت لون معانا ولا لا، خلاص هما بيغسلوه خلاص دي مهمتهم. فطبعا انا لما شفت بقى ان الكلام ده بيحصل، طبعا ما قرصتش عليها قوي في الغسيل. لو وديتيها بقى اي مكان تاني هم مش مهم بقى، مش فارق لهم بقى طبعا لو ما فيش ضمير يعني. الا من رحم يا ربي، انا مش بجمع ولا حاجه. بس الفكره ان انتي حاجتك لما بتعمليها بنفسك بتبقي برضو واخده بالك منها، بتحافظي عليها اكتر حاجه. مش زي برضو ما حد بره هو اللي يكون بيعملها، فاللي هو مثلا ممكن يبقى مضغوط في شغل او حاجه فيبقى عايز يخلص. الله اعلم بقى بضمير الناس ايه بصراحه، عشان مش عايزين ان احنا يعني نظلم حد. بس اول ما شفتها بتنزل اللون ده رحت قلت خلاص انا مش هتقل عليها قوي في الغسيل فوق. هكتفي بس بان هي الستاره اللي جوه بس هي اللي تتغسل. اديتها رشه كده بس بالدش، رشه ميه خفيفه كده، نزلت التراب اللي عليها. وبقى كل تنظيف الاساسي للستاره اللي انتوا شايفينها. انا اتصدمت بصراحه لما شفتها بتنزل اللون ده، ما جاش في بالي خالص ان هي تنزل لون. بس قلت الحمد لله ان انا فعلا اللي عملتها بنفسي، ما وديتهاش دراي كلين ولا حاجه. فربنا يستر بقى على البلتكنه التانية اللي انا مش هقدر اشيلها اصلا ولا اغسلها، فهي اكيد هتروح الدراي كلين. فربنا يستر عليها بقى. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، شايفين اللون عامل ازاي؟ وجع قلب بصراحه، يعني انا لما اشوف المنظر ده كده قلبي يتوجع عليها. يعني انا كل اللي جه في بالي برضو ان انا خايفه ان من كتر اللون اللي هي بتنزله تفقد رونقها كده وتفقد جمالها. عشان كده لحقتها بسرعه جدا، اول ما لقيتها بتنزل لون رحت رافعاها على طول من على البانيو، وغيرت الميه بتاعتها وحطيت بقى المسحوق، وابتديت بقى ان انا اغسل الستاره، مش البلتكانه اللي هي ناحيه السجا فوق. سبتها تصفي شويه برضو علشان لما احط المسحوق ما الاسود ده برضو ما ينزلش على المسحوق تاني. كنت خايفه برضو الستاره تلطش او حاجه او تاخد اللون ده، يعني تبهت كده الاسود على على لون الستاره نفسه فيبوظها. بصوا نصيحتي بقى للبنات العرايس اللي لسه هيتجوزوا، او اللي حابه ان هي تغير الستاير بتاعتها، ما تعملوش ابدا اللي هي بلتكانه. بجد يعني انا عايزه اقول لكم برغم ان هي شكلها شيك جدا وتحفه وحلوه وجميله وكل حاجه، وكل اللي يشوفها عندي يقول لي واو بجد، بس هي متعبه جدا في تنظيفها. وبرغم ان هي شكلها حلو وشيك، برغم انك لو ركبتي الستارة بس لوحدها من غير بلتكانة هتديكي احساس بالرقي اكتر وبالشياكة. والحاجة ان هي كل ما تكون سيمبل كل ما تكون اشيك على فكرة. الحاجة البسيطة بتخطف العين كده. فانا شايفة ان الستاير لوحدها من غير بلتكانة بتبقى سيمبل قوي ورقيقة. ممكن تحط لها ساجة في الستارة نفسها كده، وتلميها بشريط كده لولي او اي حاجة كده من اللي هي طالعة جديد دلوقتي. هيبقى شكلها حلو وشيك جدا واحلى من مليون بلتكانة. بس طبعا انا عشان كنت مكلفاها جدا، البلتكانات دي بجد كانت متكلفة جدا جدا. يعني انا كنت داخلة بيها اصلا، بابا ربنا يديله الصحة يا رب بصراحة، يعني قلت له اللي انا قلت له عايزاه، الحمد لله رب العالمين جابهولي. فانا ما كنتش هقدر بصراحه ان انا اغيرها وان انا افرط فيها اصلا، يعني حتى مثلا مش هقول لكم ان انا اغيرها كده اجيب واحده قصادها وارمي دي، لا. حتى انا لو بعتها، لو فكرت ان انا ابيعها اصلا في يوم من الايام مش هتهون عليا، لان هي بالنسبه لي حاجه غاليه وبابا ما استغلهاش عليا. بيجي في بالي كده، يعني انا قلت له عليها، هو ما قاليش حاجه وجابها لي وكل حاجه. فانا بقى هروح كده بمنتهى السهوله فرط فيها بصراحه؟ لا. يعني حاسه ان هي عزيزه عليا قوي، هي او بقيه البلتكنات يعني اللي موجوده عندي. كفايه قوي البلتكنات، هي كان عندي بلتكنتين تاني شبه دي وشبه بتاعه الريسبشن، هما كانوا اربعه، اتنين واتنين، يعني اتنين شبه بعض واتنين شبه بعض، اختلاف بس المقاس. ف اتصرفت فيهم برضو بسبب ايه؟ ان انا لما جيت نقلت الشقة دي كانت المساحة بتاعة الريسبشن صغيرة غير الشقة اللي انا كنت موجودة فيها الاول.
فطبعا اضطريت ان انا اتصرف فيهم. وكنت مش عايزه اقول لكم زعلانه، لان انا كان عندي نفس الشكلين اللي انا اتصرفت فيهم دول عندي هم دلوقتي. بس العكس بقى، يعني كانت الرمادي دي كانت الكبيره، واللي هي الفوشيا بتاعت الانتريه كانت الصغيره. فهم عندي نفس الشكل، عشان كده ممكن اكون ما زعلتش عليهم قوي. انما ابيعهم كده خالص، او ان انا يمشوا كده من عندي خالص، لا بصراحه مش هيهون عليا خالص. بس لو رجع بيا الزمن تاني ما كنتش هعمل البلتكنات ابدا، كنت هعمل ستاير عادية خالص. برغم تكلفتها ان هي مش مكلفة زي البلتكنات يعني، بتبقى ارخص كتير كتير قوي من البلتكنات. بس زي ما قلت لكم شيك جدا جدا جدا، وكفايه انها حاجه بسيطه كده تبقى سهله عليكي في التنظيف، سهله عليكي لما تيجي تغسليها. فدي كانت نصيحتي ليكوا بقى، لو انتوا حابين ان انتوا مثلا تجددوا او عروسة او كده، هاتي الستارة احسن مليون مرة من البلتكنة. بصوا انا عملت ايه هنا بقى. نضفت الحيطة دي، الحيطة اللي المفروض ان انا اعلق عليها البلتكنة. قبل ما احط عليها البلتكنة انا خلاص غسلتها كده، وهسيبها بقى تتصفى على البانيو. رفعتها كده فوق وقلت هسيبها تتصفى براحتها خالص، وبعد كده بقى احطها على المنشر. آه قلت هظبط الحيطه دي، لان انا لما عملته معاكي الروتين بتاع الريسبشن امبارح الحيطه دي ما كنتش عملتها. عملت كده السقف من جوه، وقلت من بره بقى، والحيطه دي اللي هي فيها الديكور دي قلت بكره ان شاء الله، عشان بجد كنت تعبت جدا، وكمان كنت عايزه اخلص بسرعه قبل ما البنات يصحوا. برضو بالموب، عايزه اقول لكم الموب بقى سحر بجد في تنظيف الحوائط، انا ما كنتش متخيله ان هي كده. يعني انا كان اخري كنت بجيب الزعافه دي، وكنت كل ما اجيبها تتكسر، كل ما اجيب واحده تتكسر مني. فبصراحه كده عايزه اقول لكم ان انا احبطت كده من ناحيه الزعافات كلها. وكمان الزعافه لما بتشيل مثلا التراب او الخيوط بتاعه العنكبوت، بتحسوا برضو ان في تراب في الحيطه برضو لسه ما نتفتش، فلازم تغسليها. فكان برضو بيبقى تعب ومجهود ومشقه قوي ان انت بعد ما تنضفي التراب تغسلي. لا، انما الموب بقى بتعمل اتنين في واحد. بدل ما تنضفي التراب الاول بعد كده تغسلي، لا هي مره واحده كده. بتبليها بس ميه صغيره خالص وتعصريها، وتعملي بقى الحيطه بتاعتك او السقف. بجد تحفه تحفه ومنجزه جدا 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 في الوقت. وتقدري بقى تحطي المنظف اللي انت عايزاه. انا بصراحه امبارح حطيت لها جنرال، ما غيرش معايا ولا اي حاجه. النهارده بقى ما حطيتش اي حاجه خالص، هي الميه وخلاص على كده، ميه كده ورحت عصرتها كويس، عشان برضو ما ينفعش احط ميه كتير على الحيطه بتبوظ. فعصرت الميه كده كويس، وعملتها بالميه بس، بجد تحفه والحيطه نطفت جدا. هنا بقى خلاص كانت الستاره نشفت، على فكره كان على بالليل كانت خلاص نشفت اصلا. ظبطتها بقى وركبت الستاره الداخليه دي. انا كنت غسلتها في الغساله العاديه. دي الستاره الداخليه بتاعت البلتكانه، ما غسلتهاش مع البلتكانه نفسها. واستنيت بقى جوزي لما يجي من الشغل، وقلت له ركبها لي. الحمد لله ركبها لي، بصوا زي ما انتم شايفين بتنور حقيقي، فرحانه بيها ومبسوطه مش قادره اوصف لكم. لو وصلتوا بقى للدقيقه دي معايا في الفيديو، ما تنسوش بقى تصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. وتعملوا لايك على الفيديو، عشان اللايك ده هو اللي بيشجعني بجد وبيحمسني ان انا انزل لكم فيديوهات تانية. لميت الستاره كده بالبتاعه اللي هي بتبقى معاها دي، انا مش عارفه اسمها ايه بصراحه. في بقى بصوا زي ما انتم شايفين كده، في حاجات كده كانت طالعه من الستاره، اللي هو السجا ده كان متقطع، البنات رايحين جايين يفضلوا يشدوا فيها، رايحين جايين يفضلوا يشدوا فيها. انا غلبت فيهم بصراحه. فهي اصلا الستاره كانت طويله من تحت، فانا فكرت في فكره كده نبقى نعملها برضو مع بعض. هاخد سجا من الارض، من اللي هو تحت خالص كده في البلتكنه، مش باين اصلا يعني هو في الارض. هي البلتكنه طويله اساسا على الحيطة. فقلت هاخد واحدة ولا اتنين مكان اللي اتقطعوا دول وخيطهم، بدل ما حاسة ان انا شكلها مش لطيف كده، ان هي تبقى في فراغات كده ما بين السجا. فقلت ابقى اعملها يعني ان شاء الله الفكرة دي. وبصوا قلت النهاردة بقى انا هخلص الطرقة باللي فيها بقى، بالبلتكانة وبالنجف. المهم ان انا اخلص من الطرقة عشان ادخل بقى على الاوض، اشوف بقى هنعمل فيها ايه. انا ما عملتش اي حاجة خالص غير الاوضة اللي احنا قاعدين فيها بس، عشان طبعا هي دي اللي احنا بنقعد فيها، هي غرفة المعيشة. فمش هينفع ان انا اصبر عليها، هي المفروض تتعمل اول حاجة.
فقلت بقى اخش بقى اشوف القطين التانيين، بس بكره بقى ان شاء الله في الروتين بتاع بكره، استنوني. النهارده بقى عملت البلتكانه، وغسلت النجف بتاع الطرقه. زي ما انتم شايفين، هي دي اسمها ايه، الدلايات دي اللي بتكون موجوده في باقي النجفه دي، بتبقى موجوده اصلا لازقه في السقف، غير اللي انا غسلتهم بيبقوا بيتلفوا كده مع الدوايه دي اللي انتوا شفتوها. فقلت اغسلهم وسبتهم بقى ينشفوا براحتهم كده. وبعدين برضو جوزي وهو بيركب البلتكان، قلت له ركب لي بقى دول بالمره، فركبناهم الحمد لله. وبرضو كنت خلصت برضو السقف، بس ما عملتهوش معاكم، عملته برضو بالموب. عايزه اقول لكم بصوا، الموب دي ساحر ساحر، مش قادره اوصف لكم جمالها. مهما اتكلم كده عنها مش هعرف اوفيها حقها بصراحه. عملت بيها الحيطان كلها زي ما انتم شايفين كده، الحيطان زي الفل منها. كنت عايزه احكي لكم كده على حاجه فرحتني. انا مش عارفه بصراحه، هو فعلا المثل اللي هو بيقول من حب ربه حب فيه عبده، دي حاجه حقيقيه. اللهم لك الحمد يا رب. يعني محبه الناس دي من عند ربنا، ان القلوب بتتالف كده مع بعضها، دي من عند ربنا، الحمد لله رب العالمين. عايزه اقول لكم، انا عندي جاره بتحبني وبتحب بناتي، مش قادره اوصف لكم بجد. وانا بحبها جدا جدا. بتبقى عايزه تفرحني كده باي طريقه وتفرح البنات. هي بتحب البنات زي ما قلت لكم قوي قوي قوي. بصوا، فلقيتها بقى بعتلي دول. يعني انا مش عارفه بصراحه اودي جمايلها فين. يعني هي كل يوم والتاني الاقيها بعتلي حاجه كده للبنات. هي بتحب مروج جدا، وبتحب بيسان، وبتحب رونزا قوي قوي قوي. يعني مش عارفه هي بتحب مين اكتر من مين، بس هي فعلا بتحبهم قوي هما التلاتة. وبتبقى مش عارفة تعمل معاهم ايه ولا ايه. فربنا يا رب يبارك لها. انا بقى دلوقتي بوجه لها رسالة عن طريق الفيديو، بقول لها ربنا يخليكي ليا يا رب، وما تحرمش منك، وربنا يبارك لك في ولادك يا رب، وتشوفيهم احسن الناس. تعالوا بقى نشوف عملنا غدا ايه النهارده. النهارده بقى بصوا، هنعمل اي حاجه. احنا بقالنا كام يوم بنعمل اي حاجه. ليه بقى؟ وقت التنظيفات العميقه لازم كده نقضيها اي حاجه. هو مش اي حاجه، يعني اللهم لك الحمد، هو نعمه وفضل وكرم من عند ربنا ان احنا بناكل، ونعمه مغرقنا الحمد لله. ربنا يديمها علينا نعمه يا رب، ويحفظها من الزوال، ويرزقنا كلنا من فضله. تعالوا بقى اقول لكم على التكايه اللي انا بعملها في البتنجان المخلل. بجد هتدمنوها ومش هتبطلوا تعملوا بالطريقه دي. بس اهم حاجه بقى تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم كده. انا بقى لا بعمله بالبتنجان متحمر ولا بعمله مسلوق، بعمله بطريقه انتوا هتحتاروا طب هل ده متحمر ولا مسلوق ولا ظروفه ايه، لان هو عدى كل الجمال اللي ممكن تتخيلوه. معلقه زيت واحده بس، ووطوا عليها النار زي الشمعة بالظبط، وحط البتنجان بتاعك وغطيه. وزي ما قلت لكم النار تبقى واطيه اهم حاجه. واقلبيه الجنب التاني بعد 3 دقايق كده. بصوا هيطلع معاكوا تحفة 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 تحفة. بجد هتحتاروا هو ايه بالظبط. طب هو اخد حلاوة المتحمر، بس في نفس الوقت مش شارب زيت. هو بينزل ميته وبيستوي عليها في معلقة زيت واحدة بس. جربوا الطريقة دي وانا متأكدة ان هي هتعجبكم. انتوا كده عرفتوا بقى احنا هنتغدى ايه. ايوه، كشري اصفر. واحلى بقى حلة كشري اصفر هتعملوها بمعلقة سمنة بلدي، بتودي الكشري الاصفر في حتة مش قادرة اوصف لكم. تحفة تحفة تحفة. طبعا كلنا متعودين ان احنا بنعمل الكشري الاصفر ده بزيت عادي، وهي بقى اكلة ايه اقتصادية، فيبقى اقتصادية باقتصادية بقى هنحط لها زيت. لا، جربوا بس معلقة واحدة بس من السمنة البلدي، هتدوقوا طعامة مش طبيعية من الكشري. ياخد له كده تقليبه كده فيها العدس الاصفر مع الرز. وبعد كده بقى حطي الميه المغليه بتاعتك والملح، وبس كده. هيبقى طعم طعامه مش قادره اوصف لكم. البتنجان بقى انا بحط الخلطه بتاعته عاديه جدا زي اللي كلنا بنعملها. فلفل وتوم وشويه من الكمون والفلفل الاسود وشويه من الملح وشويه من الخل وعصره ليمونه. وقلبي بقى كل المكونات الحلوه دي كده مع بعض، واحشي بقى بيها البتنجان. وكلي بقى احلى اكله ممكن تاكليها في الدنيا كلها، احلى مليون مره من اللحمه ومن الفراخ ومن كل الكلام ده. عايزه اقول لكم ان انا رونزا بنتي كل حاجه تقول عليها لا مش هاكلها، لا مش هتعجبني، لا مش عارفه ايه. هي يعني ملهاش في الاكل قوي. فلما بعمل لها بجد الاكله دي بتحبها بطريقه مش قادره اوصف لكم. بتحبها جدا جدا جدا. طعم الكشري بيبقى مختلف قوي بمعلقه السمنه البلد دي، بتوديه في حته تانية خالص.
علشان الوجبة تكمل بقى بالبروتين. سلقت البيض وعملت لهم بقى بيض مدحرج كده في معلقه سمنه بلدي صغيره خالص كده، عارفين معلقه الشاي؟ هي معلقه الشاي دي كده بالظبط. ولو عندك زعفران اديها سنه زعفران، مش عندك الكركم مش هيقول لا. وحطي شويه كركم على شويه كمون وشويه ملح بسيط خالص، وقلبي بقى فيه البيض كده علشان يبقى بيض مدحرج. والف هنا وشفا، الاكله دي بجد في حته تانية. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتحمستوا كده وتشجعتوا من الافكار اللي كانت فيه. وما تنسونيش بقى في اللايك اهم حاجة، وسيبولي كومنت تحت يفرحني. شجعوني كده بقى انزل فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.